واخيرا عزومه جنس المولود، العزومه اللي انا قاعده مستنياها بقالي 4 شهور. بصوا انا كنت تعبانه ومش قادره خالص ان انا اعمل عزومات، بس اصحابي صمموا وقالوا لي لا لازم عزومه، يعني لازم عزومه. فقررت اعمل لهم اكله هم بيحبوها وفي نفس الوقت ما تاخدش مني وقت كتير. تعالوا كده نشوف عملنا ايه مع بعض، يلا بينا. الجنس المولود قال يا ولاد بيتلككوا عشان يتعزموا وخلاص. بس اقول لكم على سر، دي احلى تلكيكه في حياتي والله. اول حاجه عملت لهم الفراخ بالطريقه اللي بيحبوها من ايدي، بسلقها كده بملح وفلفل وتوابل فراخ، شويه حبهان وورق لورا، وطبعا بقى الطماطم والفلفل والبصل. بعد ما بسلقها بعمل لها تتبيله خطيره جباره، لو جربتوها بجد هتدعوا لي كل مره تاكلوها. وبعد كده بقى هعمل لكم طبعا التتبيله دلوقتي. بعدين بقى سلقت المكرونه، وعايزه اقول لكم هتلاقوني كده عماله بستعرض في الطقم بتاعي الجديد، علشان هم اللي جايبينهولي هديه النونه يا ولاد. قالوا لي نازل عليه عرض حلو قوي، 40 قطعه وفي كل حاجه ممكن تحتاجيها في المطبخ. فبجد فرحوني قوي، ربنا يفرحهم. عصقت بقى لحمه، علشان في ناس منهم بيحبوا المكرونه باللحمه وناس بيحبوا المكرونه بالفراخ. عصقت شويه لحمه وعصقت كمان شويه فراخ بالشكل اللي شايفينه ده. وعملت بقى البشاميل على البارد. عايزه اقول لك من يوم ما جربت البشاميل على البارد وما بقتش اعمل غير الطريقه دي. لكل لتر حليب بحط لها 3 معالق كبار من الدقيق، وبحط ملح وفلفل وتوابل فراخ بسيطه، ومعلقتين 3 سمنه كده، يعني لكل لتر حليب معلقه واحده سمنه. بعدين برفعه على النار يغلي. بعد ما يغلي لو عندي جبنه شيدر او موتزاريلا بضيفها، وبيكون طعمها كريمي وجوسي وخطير. تتبيله الفراخ بقى العالميه: صلصه، ملح وفلفل ومرق دجاج وهريسه شطه، وده ضروري قوي، 3 4 معالق زيت، وعصير حوالي 4 ليمونات. وقلبي كله مع بعضه، يا خبر ابيض على الحلاوه. وعشان عارفه بقى ان انتوا هتسيبوا الفيديو كله والعزومه وتسالوا على الطقم، فحبيت اصوره لكم. طقم الحلل ده من الزنوكي، عايزه اقول لكم ان عليه عرض لفتره محدوده. الطقم 40 قطعه، شامل كل حاجه ممكن تحتاجيها في المطبخ حرفيا، هينفع اول العرايس وينفع كمان لبيت العيله. عايزه اقول لك بقى ان الوكيل الحصري ليه شركه برايتز هاوس، وعاملين العرض ده لفتره محدوده. بقول لكم ايه، ما تيجوا نشوفوا مع بعض. 4 حلل ب4 مقاسات، الحله الاولى مقاس 30، الحله الثانيه مقاس 24، وطبعا مقاس 20 اللي ما بنستغناش عنه، اخر حاجه مقاس 16 للملوخيه واللسان عصفور. وبكده يكون معانا 4 حلل ب4 مقاسات مختلفه، يعني لو هتعملي طبخه مش هتعطلي على اي حاجه. كمان في طقم صواني مستطيل مقاس 30 مقاس 35، طقم صواني مدور، واكيد ما نسيوش صواني البيتزا والبسبوسه. لا يا جماعه الطقم ده عايز عروسه. كمان عامل لكم صينيه قلب وصينيه ورده، حتى قالب المولتون كيك والانجليش كيك برده موجودين في الطقم. وفجاه هنا ولاول مره حله ضغط كمان مع الطقم، حله ضغط ما شاء الله تقيله جدا وقويه جدا. تفتكروا ناقصنا ايه تاني عشان الطقم يكمل؟ مصفى؟ مش بس كده، لبانه كبيره وتقيله وبغطا. مش بس كده، طب كسرولة حلوه كده وبالغطا برده. لا لسه، بدل المقليه 3. ايوه ما تتفاجئيش، عاملين لك كمان فواله. انا الطقم ده فرهدني. عاملين كمان براد كبير بغطا، عاملين كمان طقم كنك بكل المقاسات. ما شاء الله ما نسيوش حاجه في الطقم. طقم توزيع كمان هديه بالالوان الخطيره دي، يعني كل حاجه هتحتاجيها في طقم العيله ان شاء الله هتلاقيها. وبكده بقى محدش يسألني ويقول لي الطقم منين. الطقم من شركة برايتز هاوس، وهسيب لكم في الكومنتات اللينك بتاعهم. بصوا بقى حبايبي، دهنت الفراخ بتاعتي بالصوص الخطير اللي حضرناه، ودخلتها بقى الفرن من فوق ومن تحت. بعد كده بقى انا بحب قوي الطريقه دي في المكرونه بالبشاميل. بحط البشاميل شويه منه كده على المكرونه كلها، وبعدين بقلب الحشوه في المكرونه نفسها بالشكل ده كده، بيكون كل قطمه متغلفه كده بالحشوه وخطيره. بعدين بحط الحشوه على الوش، وممكن تحطي موتزاريلا لو عاوزه، بس هما مش بيحبوا الموتزاريلا للاسف. حطيت بقى الفراخ برضو بنفس الطريقه ودخلتها الفرن. وتعالوا بقى شوفوا معايا الجمال والحلاوه والطعامه، طعم وشكل وريحه طب خطيره. انا راضيه ذمتكم الحمل التعبانه هي اللي تعمل العزومه وهم يجوا ياكلوا على الجاهز، ولا المفروض يدلعوني ويهننوني ويجوا هم يعملوا لي الغدا النهارده وهم كمان اللي بيستربعوني؟ انا ما شفتش كده يا جماعه، ما شفتش كده. بس بألف هنا وشفا، ومطرح ما يسري يمري يا رب. وانا هعمل لمين اغلى منهم ولا احلى منهم؟ بصوا بقى الفراخ بتاعتي بالخلطه الجباره الرهيبه دي، تحفه، حمصه من فوق ومن تحت كده وتجنن. بحبكم في الله.